رزقك متعلق بإيد زوجتك. زوجتك باب من أبواب الرزق. كل ما تحترم زوجتك كل ما الله تعالى يوسع عليك الرزق، وكل ما تسيء لها كل ما الله تعالى يحرمك. فالزوجة باب من أبواب الرزق عند الله. فسبحان الله، رزق الرجل متعلق بزوجته. ولذلك في رواية أهل البيت سلام الله عليهم يقول: حاول أن زوجتك إذا نامت ما تنام وهي ساخطة عليك، كن ما غاضبها، كن أنت ما مضوجها، أن تحسن لها. فداروهن على كل حال فإنهن أسراء بين أيديكم. زوجة أسيرة بين إيديك، حتى لو تخطأ وياك أنت ما يصير توقف على كل خطأ، لازم أنه تمشي الأمور، خلي قاعدة المداراة عندك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله في هذا المضمون على أنه رزق الرجل متعلق في وجه زوجته. فتزوجوا يدر عليكم الأرزاق، خصوصا إذا كان اسمها على اسم أنه نساء أهل البيت، كفاطمة مثلا، زينب، رقية، وهكذا. خصوصا إذا فاطمة، الإمام يقول أنه إذا أسميت ابنتك فاطمة لا تضربها لا تصفع